اليوم ان شاء الله غادي نحضروا لي كوكلي معمرين بالشعريه الصينيه والكبده بتتبيله هائله كتجي من ألذ واروع ما يكون. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للشرموله اللي كنشرملو فيها لي كوكلي ديالنا كنحتاجو 4 الفصوص ديال الثومه مصير، معلقه صغيره ديال لاموطارد ومعلقه صغيره ديال الهريسه، 2 معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، قزبر ومعدنوس، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، نص كاس ديال الماء، والعطريه كنحتاجو ابزار، خرقوم، ملحه، تحميره وسكينجبير وضمه البنات الزعفران. في خلاط كنوضعوا جميع المكونات اللي ذكرنا وكنطحنوهم مزيان. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا من بعد ما طحناه. كناخذوا لي كوكلي ديالنا من بعد ما نقيناهم وغسلناهم مزيان، دهنوهم مزيان بهاد الشرموله ونخلوهم يترقدوا 10 دقائق تقريبا. لتحضير الحشو كنحتاجو كفته. هنا عندنا كفته ديال لادانت، شعريه صينيه، كبده ديال الدجاج اللي سلقناها في شويه الماء مع ورقه سيدنا موسى وشويه الملحه. عندنا تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، العطريه ديالنا اللي كنحتاجو فيها ملحه، خرقوم، تحميره، سكينجبير والبزار وورقه سيدنا موسى. عندنا بصله مشلضه، عندنا هنايا الربيع ومصير والثومه. في اناء كنوضعوا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ثم البصله اللي شلضناها من قبل كنوضعوها على النار باش نشحروها شويه. في هذا الاثناء كناخذوا الشعريه الصينيه كنخوي عليها الماء طايب وكنخلوها 5 دقائق ومن بعد نصفيوها ونقطعوها بالمقص. من بعد ما تشحرتنا البصله ديالنا كنوضع عليها القزبر ومعدنوس والثومه والمصير، ثم كنضيفوا لها الكفته ديال لادانت والكبده اللي قطعناها مكعبات صغيره والعطريه ديالنا وورقه سيدنا موسى، وكنخلطوا الكل ونوضعوه على النار حتى يوجد لينا.
من بعد تناخدو جميع هاد المكونات كنخلطوهم مع الشعريه الصينيه وكتصبح لدينا الحشوه جاهزه. كناخدو لي كوكلي ديالنا وكنحاولوا نعمروهم مزيان بهذا الحشو اللي حضرناه. وهذا هو الشكل ديال لي كوكلي ديالنا من بعد ما عمرناهم. كنحاولوا نثبتوهم بهذه الطريقه. كناخذوا الاناء اللي عندنا نوضعوا فيهم لي كوكلي ديالنا وندخلوهم الفران. كنفرشوا ورق الزبده، كنوضعوا مقدار ديال بصله صغيره مشلضه، ثم العطريه اللي بقات لنا او التشرميده اللي بقات لنا. كنضيفوا لها تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ونصف كأس ديال الماء، وكنوضعوا لي كوكلي ديالنا والدجاجه. كندهنوهم بشويه الزيت والزبده اللي ذوبناها من قبل، وكندهنوهم مزيان قبل لا ندخلوهم الفران. ثم كنغطيوهم مزيان بورق زبده اخر، وكنعاودوهم بورق الالومنيوم، وكندخلهم الفران اللي كنا مسخنينه من قبل وعلى درجه مهيله. كيبقى يطيب لنا الدجاج هذا تقريبا مده ساعه. من بعد ما كتمر تقريبا نص ساعه كنحلو على لي كوكلي ديالنا وكنحاولوا نهزو بحال هكا بمعلقه، وكنسقيو الدجاج ديالنا او لي كوكلي ديالنا بهذه الطريقه. ثم كنغطيوه ونرجعوه يطيب حتى يتحمر لنا لي كوكلي ديالنا. من بعد ما كيطيب لنا الدجاج ديالنا او لي كوكلي ديالنا كناخذوهم هكا كنحيدوهم من المرقه ديالهم، كنوضعوهم في صينيه او لاطه
كندخلهم الفران يتحمروا وياخذوا اللون ديالهم وكنخرجوهم. لاصوص كنحيدوها كنخلوها بوحدها، كنقدموها في طبيصلات. هنايا اخترت نقدمو مع تشكيله ديال الخضر اللي صوتيتهم مع شويه زيت العود والملحه وشويه البزار، قزبر ومعدنوس وشويه الثومه. ثم كنقدموا الطبق ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.